انا بزعم ان احنا ما شفناش حالة على الاطلاق زي الحالة اللي احنا شفناها دي خلال ركلات الترجيح، الحالة اللي الفار فيها تدخل بشكل عاجل أثناء تنفيذ ركلة ترجيح جوليان ألفاريز. وتخيلوا الفار تدخل وإحنا مش عارفين إن الفار تدخل، يعني ما جاتلناش أي شيء. ده هي بالظبط ما خدش الأمور أكتر من دقيقتين أو 3 بالكتير جدا، سد جوليان ألفاريز الكرة، دخلت الكرة في المرمى، في مرمى كورتوا، واعتقد الجميع انها هدف، وذهب ألفاريز للاحتفال مع لعيبته. ولكن عاد الفار فجأة والغي الهدف اللي سجله جوليان ألفاريز عشان الجميع يعني يستغرب. واتضح فعلا انه جوليان ألفاريز لما جه سدد الكرة قدمه اليسرى اصطدمت بالكرة مع تسديد قدمه اليمنى للكرة، يعني الكرة بعد ما تسددت من اليمنى لمست القدم اليسرى بسبب حالة العثرة او الزحلقة اللي حصلت فجأة لجوليان ألفاريز. قمة سوء الحظ، على يعني لا يمكن احد يتخيل ان يصل سوء الحظ بهذا الشكل. راح يسدد الكرة، اتزحلق، رجله الشمال خبطت في الكرة بعد ما سددها برجله اليمين عشان تبقى ركلة جزاء باطلة وغير صحيحة قانونيا، ويلغى الهدف ويدخل اتلتيكو مدريد بقى في معضلة صعبة جدا ويضيع ركلة جزاء تانية. الحقيقة ضيعها يورنتي، واستطاع ريال مدريد بشكل فوق المذهل بكواليتي عالية جدا في تسجيل الركلات انه ينهي المباراة لصالحه الحقيقة بركلات الترجيح اللي انتهت 4-2. اتلتيكو مدريد الحقيقه ضيع ركلتين، بعد ركله اخرى بعد اللي ضيعها ألفاريز زي ما قلت لكم يورنتي. ولكن المذهل انه ريال مدريد سجل كل ركلاته واحتفل بهذا النصر الكبير جدا وبصعوده للدور ربع النهائي. والمثير جدا والطريف انه اللي عمله الحقيقه او اللي حصل في المباراه دي فكرت الناس بالكلمه اللي كان قالها ميدو قبل كده، انه كارلو انشيلوتي معاه ساحر افريقي بشكل مستمر. ويعني السبب في كده طبعا والسبب في استعاده هذا الكلام انه يعني كارلو انشيلوتي يعني او انه ما حدث مع جوليان ألفاريز امر غير مسبوق، ولكنه طبعا يبقى الامر على سبيل الدعابه. طيب تعالوا بقى نروح